العيلة اللي حكمت سوريا لمدة 50 سنة في ظلم وقمع، واللي سخرت مال الشعب في بناء القصور وزادت قوي في حكم بشار الأسد. واحنا بنتكلم على القصور الموجودة في دمشق بس، وهم قصر الروضة وقصر الضيافة وقصر تشرين وقصر الشعب. بس أهمهم والأقرب لبشار هو قصر الشعب. قصر الشعب هو مقر لرئاسة الحكومة خاصة لبشار الأسد، وهو قصر كبير ومحمي كويس جدا، حواليه رجالة سد عين الشمس، موجود في واحد من أرقى أحياء دمشق، وده بيكون مكتب الرئيس ومكان اجتماعاته المشبوهة لانه اقرب واحد لبيته. طبعا كل القصور دي كانت محرمه على الشعب، بس مع سقوط الحكومه الظالمه قدر الشعب انه يخشها ويستولى على كل حاجه في البيت، لدرجه انهم وصلوا انه ياخدوا الاطباق والمعالق والسكاكين، والستات بقى بيعلقوا في جو من الفكاهه والسخريه على ذوق مرات الرئيس، وان ذوقها في العفش قذر جدا، وانه ازاي متجوزها بذوقها ده. وفي القصور الخاصه بالاسد اكتشفوا حاجه غريبه، ان القصور دي كانت كلها مرتبطه ببعض بانفاق سريه اكتشفوها بالصدفه. ومن ضمن القصور اللي فيها سراديب وانفاق اشبه بالمتاهه كان قصر ماهر الاسد اخو بشار الاسد، واللي بتسهل هروب الاسد واعوانه في اي حاله اضطراب. وده طبعا غير العربيات الغاليه الفارهه اللي لاولاده وحاشاته واعوانه وكل المنافقين بتوعه، واللي وصل عددهم لاكتر من 20 عربيه، في حين ان الشعب عايش تحت مستوى الفقر، كل همه هيجيب اكل بكره منين. ده غير الهجمات والاعتقالات الغير مبرره. وانتوا بقى قولوا لنا ايه رايكم في رد الشعب السوري؟